عمرك سألت نفسك ليه اد بسيط ممكن يخليك تشتري حاجة انت مش محتاجها؟ وليه براندات صغيرة ممكن تكون بتكسب اكتر من شركات كبيرة؟ السر مش دايما في الفلوس، السر في الماركتينج. ناس كتيرة فاكرة ان الماركتينج هو عبارة عن ادز وخلاص، بس الحقيقة ان الماركتينج هو انك تخلي الكلاينت عايز يشتري الحاجة قبل ما تقوله. هقولك على 4 عناصر لو اهتميت بيهم هتفرق معاك بشكل كبير. اول حاجة البرودكت. لو البرودكت بتاعك وحش اقوى اعلان مش هيبيعه. اول خطوة لازم تهتم بيها هو منتج يكون بيحل مشكلة حقيقية. تاني حاجة الاودينس بتوعك. مش اي منتج ينفع لاي حد، لازم تعرف بتكلم مين، سنه، اهتماماته ومشاكله عشان تعرف تحلها. تالت حاجة المسج. الاعلان الشاطر مش بيقول منتجنا حلو، الإعلان الصح بيقول المشكلة دي وإحنا حليناها. رابع حاجة البلاتفورم اللي بتنزل عليها الأدز دي. مش كل جمهور في نفس المكان، سواء كان على فيسبوك أو انستجرام أو تيك توك. اختار البلاتفورم الصح، هو ده نص نجاحك. الماركتينج مش حظ، الماركتينج علم زائد تجربة زائد فهم للسوق والناس. لو حابب تتعلم أكتر عن الماركتينج اعمل لايك وسبسكرايب واستنى الفيديو الجاي.